الله تعالى وبركاته. معكم زكريا الكريلي ابن مدينة عين ترشطات، رئيس الجمعية الرياضية وكاتب عام الجمعية الرياضية. والحمد لله كالعادة يعني الرسالة اللي بغينا نوصلوا ديما كنوصلوها وديما كنقولوها أن المدينة ديالنا عين ترشطات الحمد لله ولاو عندها واحد الوجه مشرف في الرياضه، واحد الالتفاته الحمد لله. جميع الرياضات اللي كتمارس مدينه عين ترشطات، الكره، الباسكت، الهوند، الفولي، التيكواندو، الكاراتي، يعني الحمد لله كاين واحد التوهج رياضي داخل المدينه. اذا هذا التوهج هذا باش يكمل واحد يعطي واحد الاشعاع، واحد المنظور كبير الحمد لله. راه خصنا كاملين نديروا يد في يد ونتعاونوا. اول حاجه هي اننا خصنا ملاعب، خصنا قاعات، خصنا فين الاماكن ديال المزاوله، خصنا نخرجوا من هذا الضيق اللي راحنا فيه لواحد المنظور اللي هو كبير الرياضي بالمغرب الحمد لله. والله يسر سيدنا الحمد لله جلاله الملك محمد السادس الحمد لله عطى واحد الاشعاع كبير للرياضه الوطنيه، منها تاسيس الحمد لله اكاديميات اللي ولاو كيعطيو الاكل ديالهم الحمد لله داخل البلد وخارج البلد الحمد لله. كاين الحمد لله اكاديميه محمد السادس اللي كنشوف فيها ممارسين كبار يعطيو واحد الوجهه كبيره. كاين الحمد لله المنتخب ديالنا، المنتخب المغربي الوطني الحمد لله ولا عنده واحد الاشعاع بارز في العالم، والحمد لله كنشوفوا النيفو اللي وصلنا له داخل الوطن او خارج الوطن. يعني الرياضه حاليا ولات عندها واحد التوهج اقتصادي كبير داخل الوطن. اذا باش غنزيدوا بها للقدام خصنا نتعاونوا كاملين ونحاولوا نتشاوروا كاملين ونتعاونوا كاملين باش نوصلوا لذاك المبتغى اللي بغيناه. ماشي انا، ماشي انت، ماشي هذا، ماشي ذا، بغى الوطن، بغاتو المدينه، بغى المجتمع ان شاء الله باذن الله. ونتمنى من الله التوفيق. الله يوفقنا ويوفقكم بالخير وشكرا جزيلا.